ثلاثة بلوجر بصراحة كنت مستنيهم في رمضان 2025 ان هم يمثلوا في مسلسلات، ولكن ما لهمش اي ظهور تماما. رقم واحد بالنسبة لي اكيد هيكون احمد رمزي. احمد رمزي ليه تجربة درامية واحدة الا وهو مسلسل في بيتنا روبوت، ثم اختفى تماما، ملوش اي ظهور خالص، ولا حتى في اعلانات ولا اي حاجة خالص. هو بس زي ما هو بيعمل فيديوهات. بناء على ايه ذلك الله اعلم. يعني الراجل خريج فنون مسرحيه، فده دراسه وموهبه وكل حاجه، واي حد فاهم يعني ايه فنون مسرحيه. رقم اتنين مشاهدات بقى وفيديوهات ومشهور ومتصاحب على ناس والدنيا حلوه. بناء على ايه ما يجيبوش الراجل ده؟ الله اعلم. ما فيش منه. لا هم ممكن يقول لك حد رخم ماشي، حد تعرفوش خالص ماشي، يعني حد ملوش لازمه ماشي، لكن يجيبوا حد معروف ومشهور ودارس لا. يعني مش هيجيبوا حد زي ده. اما الممثل رقم اتنين بالنسبه لي او البلوجر رقم اتنين بالنسبه لي هو تامر الجيار. هتقول لي تامر الجيار يا عم ده بيمثل وحش يا عم ده مش عارف. لا تامر الجيار على فكره بيمثل كويس، وهيكون اسوأ مثلا من استاذ كران مشاكل يعني. مثلا يعني كمان مشاكل. بص لما ظهر في مسلسل ما بيعرفش يتكلم يعني، فاهم انت؟ فاكيد لو يعني تامر الجار عمل حاجه وحشه مش هيكون اسوأ من كده، ولا هيكون مثلا سخيف سخافه محمود السيسي. يعني انت فاهم الفكره. والبلوجر رقم ثلاثة اللي كنت اتمنى يكون موجود في رمضان، اتمنى انت تكتبه لي في الكومنتات ونتناقش فيه سوا، لان بصراحه الليسته كبيره قوي. ما تنساش تعمل لي لايك، اكتب لي الكومنت. سلام.